مشاهدينا الكرام، السلام عليكم. في الصورة والمشهد الرياضي، ويظل صراع القمة على أشده بين الأحمر والأبيض، وحتى في صراع الوصول إلى اليابان، وقرعة ترفق بجماهير الكرة المصرية، وجماهير حمراء مدعومة بالتفاؤل، وجماهير بيضاء يزعجها ماض أرادوا نسيانه. وفي الصورة والمشهد الرياضي بداية لخطوات أولى لخروج قانون للرياضة يحكمها بضوابط حقيقية دون مصالح وألاعيب اعتادت عليها الرياضة المصرية. فآمالنا قانون جديد يحكم الرياضة المصرية ويضعها على الطريق الصحيح. وفي الصورة والمشهد الرياضي استقالة ورحيل رئيس الجبلاية، وظل أشاوسها قابعين على صدور المصريين وعلى قمة الساحرة المستديرة، وما خفي داخل الجبلاية كان أعظم. وعادت القرارات العشوائية بين جنبات حاضنة الكرة المصرية تهيئة واستعدادات لانتخابات قادمة لوجوه اعتدناها بين أروقة جبلاية كرة القدم المصرية. فاللهم رفقا بأهل معشوقة الجماهير المصرية الساحرة المستديرة. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نواصل معكم مع الكابتن. مشاهدينا الكرام، أحداث رياضية كبيرة اليوم شاهدناها. كانت أولها قرعة دوري الأبطال، فريقي الأهلي والزمالك. الحمد لله إنه فريق الأهلي والزمالك كل فريق جه في مجموعة مختلفة، ودي كانت طموح كل الجماهير الحمراء والبيضاء. أيضا مشاكل كبيرة يواجهها اتحاد الكرة المصري، واستقالة جمال علام رئيس الاتحاد، والنهارده كمان استقالة أحمد مجاهد. أيضا قانون الرياضة المصري اللي بنحلم كلنا بظهور هذا القانون الذي يحكم الرياضة المصرية. أيضا مباريات كرة القدم المصرية واشتعال الدوري العام، مع أنه الهبوط تقريبا وضحت الرؤية في الهبوط، لكن الصراع هناك على القمة بين الأهلي والزمالك وهو صراع مستمر، وأيضا صراع على المراكز الثالث والرابع. كل الحديث عن الرياضة، مشكلاتها وهمومها، معنا ومعكم على الهاتف الكاتب الصحفي الكبير المشاكس الأستاذ علي السيسي. أستاذ علي، مساء الخير. اهلا بيك يا استاذ صلاح. نورتنا يا أستاذ علي. الله يخليك. انا بهنيك على المقدمه ربنا يخليك يا الاولانيه. أستاذ علي، ربنا يخليك. لان بصراحه كان فيها نوع من الابداع، وانا ربنا اعشق المبدعين ربنا يخليك يا أستاذ علي. واعشق الكفاءات ربنا في يخليك. كل المجالات. دايما نورنا يا أستاذ علي، ودايما بتمتعنا بتحليلك ودايما القوي. انا ضد الدخلاء، ضد الضعفاء، ضد من يمتهنون مهنه ليس لهم علاقه بها.
ده كلام صحيح، وانت آه دايما بتمتعنا يا استاذ علي بابداعاتك الرياضيه كمان. ربنا يخليك يا استاذ صلاح. استاذ علي، وانا سعيد لاني اول مره مع حضرتك. يسعدني يا فندم، يسعدني يا الله فندم. يكرمك. استاذ علي، احداث رياضيه كبيره جدا، واحداث جسام في الرياضه بداناها النهارده بقرعه دوري الابطال بين الاهلي، والصراع الدائم بين الاهلي والزمالك. الحمد لله، دي كانت رغبه الجماهير المصريه، سواء جماهير حمراء او جماهير بيضاء، انه الفريق الاهلي يجي في مجموعه والزمالك يجي في مجموعه، ويعني وان شاء الله يكون نهائي مصري خالص. شفت القرعه ازاي النهارده؟ لا شك ان ابتعاد الاهلي عن الزمالك في مصلحه الكره المصريه وفي مصلحه الناديين، لانه بيعزز فرصهما في التاهل الى الادوار النهائيه. وان شاء الله ده اللي ممكن يتحقق في هذه البطوله. القرعه انا شفتها متوازنه الى حد كبير، وان كانت مجموعه الزمالك اقوى نسبيا الى حد ما، مجموعه الاهلي اقل نظريا. لكن في افريقيا انت عارف الان ما عادش فيه صغير وكبير، والمفاجآت دايما بتكون موجوده. الاهلي كما تعرف، الاهلي مجموعه الاهلي عندنا الاهلي والوداد البيضاوي واسك ميموزا الايفواري وزيسكو الزامبي. الزمالك المصري مع البطل ستيف البطل، فريق قوي جدا، وانيمبا اللي هو انيمبا معانا الجدول كده على الشاشه كمان، وصن داونز اللي هو جنوب افريقيا. صن داونز ده جه قبل القرعه بساعتين مكان فيتا كلاب، استبعدوا فيتا كلاب عشان التزوير وجابوا صن داونز. زي ما قلت في توازن، وده بيضاعف المسؤولية على الناديين، ان هم السنة دي بإذن الله ان هم يوصلوا الاثنين للنهائي. نتمناها لنهائي مصر خالص طبعا إن شاء الله. طبعا لا شك، وكل الجماهير بتتمنى ذلك، لنؤكد ريادتنا من جديد للقارة. الحمد لله النهارده المنتخب تأهل لأمم أفريقيا بعد غياب 3 سنوات، 3 بطولات. الأهلي والزمالك السنة اللي فاتت خرجوا من الدور قبل النهائي. إن شاء الله السنة دي يعيدوا الريادة ويعيدوا الزعامة المصرية على صعيد الأندية وعلى صعيد المنتخب. ده صحيح. احنا حققنا في عهد الكابتن حسن شحاتة انت عارف 3 بطولات متتالية، برضه حاجة عبقرية يعني، حاجة في التاريخ طبعا ما حصلتش. احنا اللي بنتزعم القارة ب8 ألقاب. كذلك الاهلي والزمالك هما الاكثر تتويجا لهذه البطولة دوري الابطال. صحيح. فان شاء الله يكون البطل مصري، وتعود مصر لريادتها ومكانتها على صعيد القارة الأفريقية كما كانت. طب أستاذ علي، يعني قبل ما ننتقل من القرعة والأهلي والزمالك، تقييم حضرتك للأهلي وللزمالك في هذه المرحلة يعني؟ بس أنا عايز أوضح حاجة. قبل الناس كانت متخوفة إن الأهلي والزمالك يقعوا مع بعض، لكن الأمور كانت مرتبة مسبقا. اللي ما يعرفوش الناس إن الشركات الراعية لأجل الأمور التسويقية طلبت من الاتحاد الأفريقي إبعاد الأهلي عن الزمالك، والعكس، كل واحد في مجموعة، لأنهم كما تعرف هم الأقوى والأفضل في القارة والأكثر جماهيرية والأكثر تسويقا. طبعا أنت عارف الشركات الراعية علشان تحقق مكاسب، فلما الأهلي يكون في مجموعة هيجذب الاهتمام مع بقية الأندية، والزمالك في مجموعة برضه سيجذب الاهتمام مع الأندية الأخرى، وبالتالي سيحدث عملية تسويق كبيرة للبطولة بشكل عام. لكن لما الاثنين بيجوا مع بعض في مجموعة واحدة، بيبقى الاهتمام في على مجموعتهم فقط، والمجموعة الثانية في دائرة النسيان، والتخوف انه اي منهم يخرج من البطولة. لا، دي الاتحاد الافريقي ملوش دعوة بدي. بس هو الشركات الراعية ليها الاساس، اهم حاجة بتسعى ليه الربح. الربح لما الاهلي هيلعب 6 مباريات مع الانديه هيبقوا متساويين كويس، والزمالك هيلعب 6 مباريات متساويين كويس، بعكس ما هيبقوا 3-4 مباريات صحيح. او ال6 مباريات اللي في المجموعه لما يكونوا مع بعض. ده صحيح. واخد بالك؟ فده كان الناس ما تعرفش ان هم كان الاتحاد الافريقي ابعدهم، مش القرعه هي يعني كانت مترتبه، وده صح. ده صح بيحصل في اوروبا كده وبطوله اوروبا كده. اعتقد يعني ما يوقعوش مثلا ريال مدريد مع برشلونه في مجموعه واحده.
صعب تلاقي ليه، علشان العمليات دي كمان التسويقيه. علي، ده القرعه كانت النهارده في الاتحاد الافريقي هنا في 6 اكتوبر كمان. فاحنا كل ما يهمنا هو ان شاء الله النهائي يبقى مصري خالص ان شاء الله، والبطل مصري، وزي ما قلت عشان نستعيد وضعنا وقيمتنا نستعيد امجاد الكره المصريه في القاره الافريقيه. ده حقيقي. استاذ علي، عاوزين نرجع بقى لتقييم حضرتك للاهلي والزمالك. انا شايف ان الاهلي والزمالك السنه دي في بطوله افريقيا هيكون لهم شأن، يعني لا خوف عليهم. ليه؟ واخدين المساله جد السنه دي عن كل سنه السنوات الماضيه. الاهلي والزمالك مكتظين باللاعبين الجيدين، عندهم اجهزه كويسه، في طموح كبير انه يتوجوا هذا الموسم. بس برغم ان الفريقين مروا بظروف في الاداره الفنيه وظروف صعبه شويه، معلش، الى ان استقر الاهلي، جاب مارتن تم الاستقرار، محمد شكله. حلمي عمل غير شكل الزمالك وتطور الى الافضل بمراحل كثيره. طب في سؤال هنا يا استاذ علي، يعني هل يستمر محمد حلمي ورفاقه في الجهاز الفني للزمالك؟ والله ده حتى لو حصل ده هيرجع للحاله اللي حاصله. هل محمد حلمي سيستطيع الاستمرار بهذا المستوى وهذه الانتصارات؟ هو حقق الفوز الخامس على التوالي، فهل هذه الحالة ستستمر؟ وهل التطور سيزيد أم لا؟ هل قدرته على فرض الانضباط داخل الفرقة هتكون واضحة؟ هل الشكل الفني أو الفلسفة الفنية أو الاستراتيجية الفنية للفرقة هتمشي بمستوى ثابت، ولا هيحصل تقاخر واهتزاز؟ ده اللي هنشوفه واللي هيتوقف عليه ما إذا كان كابتن محمد حلمي سيستمر أم لا. إذا استمر الحال بهذا الثبات في المستوى وهذا التطور، أتصور أن فرصه في البقاء هتكون أفضل. ليه؟ لأن التغيير الدائم على ما بيجي بقى مدير فني أجنبي ويبدأ يفهم ويستوعب يكون 5-6 أسابيع راحوا، حقيقي. بتكون حصل دروب في المستوى. وكل مدرب انت عارف ليه فلسفته وله طريقته وله دماغه وتقييمه للاعبين. يعني في من مدرب لآخر بيقيموا اللاعب بدرجات مختلفة. يعني مثلا سين من اللاعبين، انا في مدرب شايفه اهم لاعب، في مدرب تاني يجي يقول لك لا انا ما بيعجبنيش طريقة اداء. فبتختلف المعايير، بتختلف الرؤى الفنية تختلف بالظبط. لكن بالنسبة لمارتن يول اتصور في ثبات واستقرار للانتصارات بتغطي على اي مشاكل فنيه. ده مدرب عالمي وشخصيه برضه وهو قويه ولا ذكي، قبول كبير جدا. رجل ذكي انه بيعمل او هو تم توجيهه حسب معلوماتي ان المصريين عاطفيين، فلما يقوم يروح يزور الاهرامات ومصر دي بلد اجمل بلد في العالم ومصر مش عارف ايه، تعرف دغدغه المشاعر. كمان هو عنده قبول يعني، وهو رجل طيب يعني انت عارف. وبعدين هو جنسي قصدي ديانته برضه لازم يلعب هذا الدور حتى لا تحصل، انت عارف ان هو يهودي. ف احنا مش بالسهوله نتقبل، لكن في الكوره هو طبعا اذاب هذه الحواجز النفسيه باسلوبه الشيك وتعامله الجيد مع اللاعبين، والاهم الانتصارات المتتاليه. طب ممكن انت عارف احنا عندنا الاهلي والزمالك عندهم سلبيه شديده في انه لما بيحصل دروب السكاكين بتكتر طبعا، وبيتناسى في جماهيريه كبيره جدا للنادي، الناس بتتناسى ما فعله هذا المدرب او ذاك. وبالتالي دايما في الاهلي والزمالك في انتصارات يبقى المشاكل بتتنحى جانبا. صحيح. والانتصارات تغطي على كل شيء، ويبقى كل شيء وردي وجميل والدنيا حلوه والجو ربيع والبتاع. في انتصارات لان الناس بتعشق الانتصارات وبتنسى المشاكل. المشاكل تظهر وتطفى على السطح امتى؟ اما بيحصل ضربات ويحصل هزيمه او انكسار. طول ما الامور ماشيه مع الناديين وهم ماشيين بخطه ثابته دلوقتي، خصوصا في الدور الثاني، في ثبات في المستوى، في انتصارات متتاليه،
في نجوم بتستعيد الذاكره بارقها تاني وتألقها. وتعود من جديد. ده حقيقي. هذا الثبات بيعزز من فرص الفريقين في تصوري ان هم السنه دي يحقق منهم يبقى احد ابطال افريقيا السنه دي، اما اهلي او زمالك ان شاء الله نتمناها. زعلي، طب هل ترى انه على الدكه الفنيه في نادي الزمالك وجود كابتن محمد حلمي، كابتن محمد صلاح، كابتن جمال عبد الحميد، كابتن اسماعيل يوسف، الكوكبه من النجوم كل واحد فيهم نجم، يعني شايف انه ممكن يستقيم الامر وجود هذه الكوكبه من النجوم على الدكه الفنيه لنادي الزمالك؟ هي تجربه وستؤتي الناس، هنشوف اذا كانت ستؤتي ثمارها وهتكون تجربه ايجابيه ام تجربه سلبيه. هي لحد الان تجربه ايجابيه. ولا شخصيه رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور ممكن تطغى على، او يعني تستطيع السيطره على يعني الكوكبه دي من النجوم على الدكه الفنيه لنادي الزمالك؟ بالتأكيد. أي رئيس نادي بشخصيته بتطغى على النادي في كافة مجالاته. الرئيس النادي الضعيف النادي بيترهل منه، ده صحيح، وبيتساقط وبيحصل مطبات كتير وكذا. الرئيس القوي اللي بيفرض الالتزام والانضباط وبيبقى يعني انت عارف العمل. احنا كمصريين بنتأثر جيدا يعني انت عارف العمل تحت الضغط. ده ضغط المصري لا يعمل ينجز. إلا تحت ضغط. في هذه الحالة ينجز. والدليل ان المصريين في الدول العربية وفي الخارج هم أكثر ناس إنجازا وأكثر عملية وأكثر انضباطا. ده صحيح. في الخارج. في الداخل لأنه فيه كثير من الفوضى، كثير من التسيب. عندنا مشكلة اللي هو اللي أنا بقول عليها دايما، اللي هو الرجل الغير مناسب في المكان المناسب، في المكان يعني لا اهتمام بالكفاءات ولا اهتمام بمبدعين ولا اهتمام بالقدرات اللي هي الناس دي لا تجد الفرصة في مصر. لا يتواجد في المناصب في مصر سوى الدخلاء والطفيليين والمنافقين، أصحاب المواهب الخاصة. واخد بالك؟ مش في كل المجالات طبعا عشان ما نعممش، لكن ده بشكل عام واضح قوي. وده اللي مأخرنا. مصر لن تقوم ولن تتطور إلا بشيئين: العلم والإدارة. واحنا للأسف عندنا مشاكل بالنسبة للعلم ومشاكل بالنسبه للإدارة. بس ان شاء الله نتمناها انه نتمنى الامور ان شاء الله، وفي سعي حديث انه تهتم بالتعليم. في الرئيس عبد الفتاح السيسي بدا في وزارته اليابان. وانا في رايي ان الشباب لابد وان ياخذ حقه، لابد وان ياخذ نصيبه في كافه المجالات، وفي مجال الرياضه تحديدا. خلاص الناس اللي هي اخذت حظها. لذلك انا عاوز اخد انتقال حاربته من اجل بند ال8 سنوات في القانون. حاربت حرب شعواء، حاربت الجميع، تحديت الجميع، وتعرضت لضغوط شديدة جدا، وتعرضت لحرب شرسة جدا ربما في أكل عيشي ورزقي، ولكني بفضل من الله انتصرت. هاخد من حضرتك، من كلام حضرتك يا أستاذ علي، وانتقل انتصرت على الجميع، إلى على الجميع، وهذا فضل من الله دون سواه. هننتقل، يعني هاخد من كلام حضرتك وننتقل الى اتحاد الكوره والاستشكال اللي كان مقدم من اتحاد الكوره عشان يعني العوده الى مناصبه مره اخرى، وتمسك اعضاء اتحاد الكوره بالكراسي تمسك شديد جدا. شايف اتحاد الكوره واستقاله جمال علام واحمد مجاهد؟ نفس اللي انا يعني دايما انا احارب. انا نائب رئيس جمعيه رياضيون ضد الفساد، كابتن اسامه خليل هو رئيس الجمعيه. احنا كل هدفنا بنحارب الفساد في الوسط الرياضي. الفساد الناس متصوره ان الفساد فساد مالي فقط. في فساد اداري وفساد اخلاقي وفساد مالي. الثلاثه متفشيين في الوسط الرياضي بشكل واضح جدا. صحيح. والفساد الاداري ده ناتج عن ايه؟ ان كما قلت الدخلاء مسيطرين. هات لي كل انديه مصر كل مجالسها دخلاء على الرياضه بما فيهم الاهلي والزمالك.
دخول على الرياضه. ايوه، ما لهمش علاقه بالرياضه. طب ما دول انا اؤمن انا اؤمن يا فندم، دول منتخبين من الجمعيات العموميه ايوه يا فندم، ايوه، ما هو القانون هو اللي سمح ليهم. انا اؤمن بالتخصص في كل شيء. ممكن واحد، ممكن اتنين، كفاءة إدارية، قدرة، راجل قوي، راجل ذات باع وهيبة وقيمة وقامة، ممكن من خارج الوسط. لكن ما يبقاش كل الأجهزة، كل المجالس كلها ملهاش علاقة، ملهاش علاقة. إما جاية للوجاهة، نحن نريد قيادات نزيهة كفؤة. طب لحظة بس، تؤمن بقيمة العمل العام، تؤمن بقيمة العمل العام، وأن العمل العام ليس مظهريات ولا استغلال للنفوذ، وإنما هو لتقديم خدمات. العمل العام خدمات وليس مظهريات ولا استغلال للنفوذ. مش جاي عشان الوجاهة يقول لك أنا عضو مجلس إدارة، أنا مش عارف إيه. يا عم أنت تاريخك إيه؟ أنت أدرت إمتى؟ أنت دي أندية رياضية كبيرة. أنا ضد دايما، أنا مع التخصص في كل شيء. ده كلام جميل. مع الكفاءات، أؤمن بقيمة الكفاءة. أنا لما بيكون في كفاءة بأؤيدها وأساندها وأدعمها في كل شيء، وأحارب الدخلاء والعاهات اللي بتتولى المناصب القيادية في الاتحادات والأندية. كلام جميل. احنا مع احترامنا لكل القيادات الموجودة، احترامنا له كأشخاص، لكن قضية انه في العمل التطوعي. أيوة. احنا بنتكلم عن ما هو كارثتنا في العمل كارثتنا في العمل التطوعي ده. يقول لك انا متطوع. يا عم متطوع مين؟ ده انت يا عم بتسافر طول السنه مش عارف كم مره، ده انت بتاخد بدلات قد كده، ده انت جاي للوجاهه عشان تطلع في التلفزيونات والراديو وتطلع في الصحافه صورك، ده في صورهم بيطلع اكتر من رئيس الجمهوريه يا راجل. ده صحيح يا راجل، ده جايين مستحوذين. وبعدين انا عايز اقول لك زي الانتخابات مجلس الشعب، تلاقي اللي موجودين الكفاءات والناس القامات قاعده في بيوتها، ما تقدرش تنزل مع الناس دي لانها هتسقط قبلها. لذلك الانتخابات دائما لا تفرز الجيد، لا تفرز الافضل. ليه؟ لان ثقافتنا احنا، ثقافه الشعب محتاجه تتطور. لو عندنا ديمقراطيه وتجارب ديمقراطيه هتتطور بالتاكيد، لكن في ظل هذا الوضع لا تفرز الافضل. فتيجي تقول لي الانديه الجمعيات العموميه اختارت المجالس دي. ايوه اختارتها لانهم هم اللي بيصرفوا معاهم فلوس، لانهم هم اللي مسيطرين قاعدين في الجناين على طول، ومع العضو ده والعضو ده، وده له الحاشيه دي وده يدعمه وهكذا. لكن تيجي تختار قامه كده، واحد محترم، واحد له شأن ويستطيع ان يدير وينقل النادي الى مرحله افضل، لا، ما يلاقيش مكان. وبعدين بيخافوا يدخلوا في الوسط ده، لان بيخاف من الفشل، لانه يعني سيفشل لا محاله. يعني طب النادي الاهلي هي منظومه رياضيه، كل الانديه زي بعضها، وكل الانديه سيبك، بص، مش عاوز انا الشعارات اللي انا عارف اسرار كتيره جدا. اسمعني بس. فضل. كلهم زي بعض، بيشتركوا في نهج واحد. كلهم جايين للوجاهه، كلهم جايين لاستغلال النفوذ، كلهم جايين للتربح المالي كذلك في انديه كثيره. يا عم الصفقات والبتاع ده فيه تربح فظيع، فيه تربح يفوق الخيال، الناس ما تعرفش حاجة. العالم بأسرار الأمور زي حالاتي، مش كلها طبعا، لكن في حاجات ما تتقالش. يعني ممكن يا زعلي انه في قانون الرياضة الجديد يبقى العمل ده مش تطوعي، يبقى عمل ياخد عليه فلوس، بص بحيث يحاسب. استاذ صالح، لابد وأن ننتقل من نظام الهواية اللي هو لا هواية أصلا، في احتراف مستتر، الى نظام الاحتراف، من الهوايه الى الاحتراف. لكن احنا عندنا نظام لا هوايه ولا احتراف، له كده وله كده. انت شغال مهلبيه، ما فيش اي حاجه ولا اي نظم ولا اي قانون ولا اي احترام ولا اي حاجه، ولا حد محترم نفسه في الوسط ده، كله عصابات. انا بكلمك بصدق. طب احنا يعني دلوقتي محتاجين برضه، هناخد من حضرتك محتاجين تنظيم. انا هقول لحضرتك على حاجه. قانون الرياضه، الوزير طاهر ابو زيد مساه الله بالخير، كنت انا احد اعضاء اللجنه اللي بتعمل القانون الجديد، كان رئيسها طبعا اللي هو حرب الدهشوري،
كان كابتن أسامة خليل الأمين العام ومجموعة من القيادات في كافة التخصصات، وعملنا قانون محترم جدا جدا، ما فيش فيه حاجة اسمها تفصيل لحد ولا مصلحة حد. تمام. للصالح العام ولبناء رياضة جديدة تتسق مع التطور، وكنا بننقل الرياضة إلى منظومة اقتصادية ومنظومة إدارية ومنظومة محترفة. للأسف الصراع الشخصي علشان 8 سنين بند 8 سنوات، وكان حسن حمدي ومجموعته واستغلوا خالد زين رئيس اللجنة الأولمبية ودخل في صراع مع طاهر، وانت عارف كانت النتيجة ايه. وانا كنت زي احد اطراف الصراع، وانا حوربت حرب شديدة، حرب وصلت الى مداها اعلى مدى. والحمد لله. طب يعني هو ربنا انصفنا. القانون بقى الجديد اللي عملته اللجنة الأولمبية ووزارة الرياضة كان فيه كثير من العوار. ودوه لمجلس الدولة عشان يراجعه، ومجلس الوزراء رجع للوزارة تاني لأن به عوار دستوري في كثير من مواده. وكان طبعا تعرف المؤتمرات اللي اتعملت وتم فيها إلغاء بند ال8 سنين اللي احنا كنا بنحارب علشانه. احنا بنحارب عشان ال8 سنين ليه؟ يعني انت في عمل تطوعي عمل عام، انت عندك 8 سنين هتقدم فيهم كل اللي عندك، انت عايز بعد ال8 سنين ايه؟ عايز عزب طول العمر؟ احتكار يعني انا قاعد في النادي ده فبظبط جمعيته العموميه، بشتغل لحساب جمعيته العموميه واقول له شويه كراسي واجيب لهم شويه مطاعم وشويه عشان اقعد طول العمر؟ مفيش، ده احتكار. يبقى النهارده انت تاخد الدورتين بتوعك 8 سنين، تترك المجال لناس تانية، وبعدين ريح 4 سنين وعاوز ترجع ارجع تاني. بس هذا النظام نظام ديمقراطي بيعلمنا الديمقراطية وبيعمل تداول في السلطة، بيخلق كوادر جديدة تجد الفرصة، بدل ما قاعدين على قلب النادي او الاتحاد ومسيطرين عليه ومسيطرين على مقدراته ومسيطرين على كل حاجة فيه، وبيتحول ايه بقى الى عزب وتوريث وبلاوي زرقاء. احنا اردنا نخلص الوسط الرياضي من هذا البلاء. طيب شالوا هذا البند، لكن الحمد لله بفضل من الله وجهود المخلصين والشرفاء في هذا الوطن من القيادات، مش عايز اقول يعني كبار، ألزم الوزارة بأن البند 8 سنين يعود في القانون الجديد، وعاد في القانون الجديد، وهذا فضل من الله كبير ونصر لنا ولكل الشرفاء في هذا البند. ده كلام جميل يا أستاذ علي. النهارده ده ياخدنا على انه النهارده كان بدايه لجان الاستماع داخل لجنه الشباب والرياضه بمجلس النواب علشان قانون الرياضه الجديد. بص يا استاذ صلاح، احنا كنا دلوقتي محتاجين قانون. استاذ صلاح اتفضل يا فندم. دي حاجات بقى شكليه. اوكي، القانون المادة بند ال8 سنوات هو لمصلحة مصر ومصلحة الناس ومصلحة الوسط ومصلحة الرياضة المصرية، حتى ننهي على الاحتكار والتوريث واللي بيحولوا الأندية والاتحادات إلى عزب خاصة. اوكي، لهم ولأقاربهم ولمحاسبهم. تمام. ويبقى في تداول سلطة وفي كوادر جديدة لمصلحة البلد. اللي عاوز يلغي هذا القانون يبقى ضد مصلحة البلد قولا واحدا. يعني قولا واحدا في مصالح شخصية. هي كانت كل الأمور مترتبة لصالح أشخاص بعينهم عشان يستمروا في هذا المجال. مين يا فندم؟ ما فيش داعي لذكر أسماء عشان برضو منع الإحراج، لكن الناس عارفة، الكبار عارفين، يكفي في البلد يعني الكبار عارفين كل حاجة، عارفين كل حاجة. فمش عايزين تفصيل ونرجع بقى لتلفيق القوانين وتفصيل القوانين لصالح اشخاص. ما ينفعش، احنا المصلحه العامه هي اللي بتقود. الراجل انت حضرتك رئيس نادي خدت دورتين، اتفضل سيب المجال لغيرك، اكتفي بدورتين واكتفي، وبعدين عايز ترجع تاني عندك الكفاءه انك تدير من جديد، ترشح مره اخرى بس بعد 4 سنين يعدوا بعد دوره فاصله. بالظبط كده. ما لم تحرم، ده حق دستوري. اذا كان في الدستور بيقول ان رئيس الدوله له دورتين فقط، اوكي تمام، يعني يبقى رئيس الدوله له دورتين، وانت رئيس نادي او رئيس اتحاد تقعد طول العمر،
هي مبارك بقى تاني وبتاع والكلام الفارغ ده. خلاص انتهينا. لازم نبتدي عهد جديد، نظام جديد، رؤية جديدة. الرياضة تبقى منظومة اقتصادية محترمة، لها قوانينها، لها نظامها، لوائحها تحترم، ما يبقاش في تفصيل بقى لصالح ناس على حساب ناس، والدنيا تمشي بشكل احترافي. مش عاوزين احتراف يبقى سيبوها كده في لا هواية وانتوه في النص وزي ما هي بايظة كده. لا، لازم الامور تتصلح ويبقى القانون واضح وصريح وملزم، واللوائح. اللجنة الأولمبية الدولية اللي كان بيتذرع بها طول السنين اللي فاتت، أنا عندي كل الجوابات اللي بعتتها اللجنة الأولمبية لوزارة الرياضة. فاكر أنت السنتين ثلاثة اللي فاتت دول؟ النشاط يتوقف، مصر هتتجمد، الكلام الفارغ اللي كان بتردد ده اللي بيردده أصحاب المصالح. طب استقالة، معلش هاخد من حضرتك، استقالة جمال علام في حاجة حصلت؟ حاجة توقف جمد النشاط ولا حاجة؟ مفيش حاجة، كله فزعات. وكان الهدف مصالح شخصية، مصلحة البلد فوق الجميع، مصلحة مصر فوق الجميع. ده صحيح. طب هاخد حضرتك استقالة جمال علام. أتصور إن هو الراجل استشف وأرى الموقف جيدا، وربما المهندس خالد عبد العزيز أوحى لي بأنه يستقيل، والنهارده مجاهد يستقيل، كلهم هيستقيلوا على فكرة. طب ما استقالوش ليه مرة واحدة؟ هو بص بقى، هو في واحد بيتشبث بكرسي وواحد مش عارف ايه. بص، في تاريخ الاتحاد الكرة المصري القيادة السياسية هي التي تجبر. ايام مبارك، ايام سمير زاهر اقيل 3 مرات، بس الاقالات تحولت شكل استقالات باعاز من السلطة، من الحكومة، من القيادة، يعني القيادة السياسية. كانوا برضو بعد، فاكر انت بعد المكسيك لما اتغلبنا من السعودية 4 ولا 5-1. القرار صدر من القيادة السياسية. طلعت حماد كان مدير مكتب كمال الجنزوري، واتصل بسمير زاهر وهم في الاتحاد كانوا متمسكين برضه، مش هنستقيل، ايه يعني نتهزم، وانت عارف النفخ الكدابة احنا والفيفا ونشتكي، وانت عارف النعرة دي. طلعت حماد قال له قدموا استقالتكم فورا. سمير زاهر موجود اهو، ممكن تسالوه. كابتن سمير زاهر هيترشح لرئاسه الجبليه، اسمعني، انتخابات الجبليه القادمه. فقدموا استقالتكم فورا. سمير زاهر جاء للمجلس، كان ده التليفون الارضي، فجاء للمجلس وهم مجتمعين على الترابيزه، قال لهم القياده السياسيه عاوزانا نمشي. فكلهم ها كانوا اللي بقى متنحين وعاملين فيها يعني ابو الرجاله وبتاع ولا وعضلات وبتاع. قال له كلهم كده ضحكوا، قاموا باصين في الارض وخلاص، وقدموا استقالاتهم سمعا وطاعه بالامر، وانتهت القصه. ومره بعد مذبحه بورسعيد اللي خلى اتحاد الكوره يمشي. انت فاكر الدكتور الجنزوري لما طلع في مجلس الشعب واعلن اقالتهم؟ كان ليلتها كان الفيفا طلب من سمير زاهر ان يستقيلوا، لانه لو الحكومه المصريه ما اقلتهمش الفيفا اللي كان هيقيلهم، لان كان شكل مصر وحش في العالم كله بعد مذبحه بورسعيد. طيب فانا قصدي اقول لك هذا هيكون باعاز حكومي، لان المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضه وهو راجل محترم مضطر او ملزم انه ينفذ الحكم. تعرف اترفض الاشكال، ينفذ الحكم وهيسلم اداره الجبليه للمدير التنفيذي اللي هو ثروت سويلم لاداره الدعوه للانتخابات خلال ال3 شهور اللي جايين، اللي انت عارف شهر 9 لازم تجرى الانتخابات بعد الدوره الاولمبيه اللي هتقام في ريو دي جانيرو. اوكي. فلازم تقام الانتخابات، وبالتالي هو الراجل هيتولى لمده 3 شهور حسب اللائحه، ثم اجراء الانتخابات. يجري الانتخابات. طيب عشان الوقت بيداهمنا عليها، ننتقل الى اختيارات كوبر المنتخب ومشكله حسام غالي واسامه نبيه والاختيارات بتاعت المنتخب. هقول لحضرتك الاختيارات هذه المره فيها مش عايز اقول فيها مجاملات، فيها مشاكل، فيها مجاملات، اكيد فيها مجاملات، فيها موائمات تمت. مشكله اسامه نبيه اعتقد عملت هزه نفسيه للجهاز الفني واستبعاد حسام غالي.
فاصبح في موائمات، استبعد ناس لا يستحقوا الاستبعاد، وتم ضم ناس ما بيلعبوش مع انديتهم اصلا، يعني ضد يعني ضم يعني ضم احمد الشناوي. واحمد الشناوي ما بيلعبش ليه حوالي 5 اسابيع، فلسفه وما ضمش جنش. فلسفه الادارات الفنيه للمنتخبات دايما تقوم على اختيار الاكفأ واللي بيشارك. ما هو الاكفأ يعني اكيد بيشارك، اكيد بيشارك. لكن طالما واحد مصاب ومش موجود خالص ما بيلعبش، يبقى اختاروا على اي اساس؟ اعمل بيه ايه؟ لما يشفى ويشارك ويستعيد مستواه يبقى اختياره على العين والراس. تمام. لكن هنا الاختيارات شابه المجاملات. انا من المؤيدين جدا لمستر كوبر، هو رجل على مستوى عالي من الكفاءة، هو مدرب يعني قوي، له تاريخ وله CV عالي جدا، ويجب ان ندعمه. لكن يعني ان ننتقده فهذا امر عادي في اختيارات زي دي. طب لكن لابد ان ندعمه. هذه اختيارات هو يرى هو مسؤول عنها. هو استاذ علي يعني دي اختيارات كوبر بس يعني، ولا الفريق الفني كله؟ بالتاكيد بياخد. بص، اي رئيس عمل، الراجل الديمقراطي اللي بياخد راي المعاونين معاه ويطلع هو بالقرار الامثل الافضل اللي هو الاصلح ليه ولمصلحه العمل اللي هو بيؤديه. الراجل الدكتاتور المستبد اللي هو بيبقى الرأي الواحد وان مان شو اللي هو اللي بيختار وما بيشغلش باله باللي معاه وما بيستشيرش حد، واللي شايفه هو اللي صح وخلاص. هكذا الحال. ده على المستوى الشخصي. لكن اتصور الراجل ده بياخد رأي المجموعة اللي معاه. طب يعني لكن القرار النهائي ليه. امال الاختيارات دي يعني فيها برضو يعني شبه بعض المجاملة أو أسامة نبيه. أسامة نبيه مش صاحب القرار. أسامة نبيه راجل مدرب عام، الراجل بياخد رأيه بتاع، لكن القرار النهائي لمستر كوبر. وعلى فكرة الراجل ده بيقدر أسامة نبيه جدا وبيعتبره كفاءة تدريبية عالية. أنا أقول لك اللي بيعتبره مدرب كفء جدا، واخد بالك. أزمته مع حسام غالي. طبعا حسام غالي مخطئ تماما، خلينا نكون واضحين وصرحاء. حسام غالي حب يعني يوسع الفجوة بإثارة التعصب. يعني حسام غالي هو سبب الأزمة. أيوة. المشكلة بدأت إزاي؟ لما كانوا في نيجيريا، راحوا يلعبوا نيجيريا هناك، أهان زميله في الأهلي عمرو جمال وشتمه وأهانه إهانة شديدة. معلوماتي ان الولد تأثر جدا وربما بكى وراح اشتكى لأسامة نبيه. طب استاذ علي، عشان الوقت للاسف بيداهمنا، في عجالة سريعة جدا، يعني مشكلة حسام غالي ممكن تتحل؟ كل حاجة تتحل. لو يعني هي كان لازم الوقت في الشكل ده، كان لابد من الحل ده، استبعاد أسامة نبيه. ليه؟ لأنه أخطأ خطأ شنيع. حسام غالي لما قال على مدربه مين انت؟ حتى لو كان مدربك دون المستوى لا يجب ان تدرب. على العموم يا زعلي بس اتفضل. ثم الاهم انه قال ايه؟ انا هاخد لعيبه الاهلي ومش مش هنلعب للمنتخب. لا، ما حدش يقدر فترد عليه مجدي عبد الغني وناس اخرين، قال له من انت حتى تفرض الوصايه على لعيب الاهلي؟ انت واحد. فهذا تصرف سلوكي لا يليق. يعني برضو الجانب الاخر بيقول لك انه اسامه نبيه عمل تفرقه بين لاعبي الاهلي والزمالك. مش حقيقي. دي دعايات باطله. انا تحريت حقيقه كامله. ده في قول يقول كده، في تحقيق. عمرو جمال ده لاعب اهلي وحسام غالي لاعب اهلي. ما هو حسام غالي عمرو جمال ما طلعش وقال يا استاذ علي. لحظه يا فندم، ما هو مطلوب ان ما حدش يتكلم. كان في تعليمات ان ما حدش يتكلم. حتى حسام غالي كان في تعليمات ليه ان ما حدش يفتح هذا الموضوع، واتقفل. ولما جم لعبوا الماتش الثاني في اسكندريه في البرج العرب، ما حسام غالي شارك والقصه وقافلين عليها، اثيرت. فحسام غالي جدد من انت يا اسامه نبي. الله، ايه ده يا ابني؟ ما ينفعش، انت لاعب، ما ينفعش تهين مدربك. انت ما ينفعش الكلام الاسلوب ده. ثم انه في حقيقه تانية انا عارفها جيدا، ان كوبر غير مقتنع فنيا بحسام غالي. سيبنا بقى من حسام غالي لاعب كبير مش لاعب صغير. جانب يعني جانب اخر يقول لك انه حسام غالي برضه لاعب كبير. دي خاصه
بقناعات المدرب، بقناعات المدربين. تمام. عايز اقول لك معلومه تانية، ان كوبر ده كان مدير فني لميلان. اوكي، وكان عنده احسن لاعب في العالم اللي هو الحائز على الكره الذهبيه، البرازيلي رونالدو. حصل معاه خلاف، رونالدو راح لموراتي رئيس النادي قال له يا انا يا كوبر، قال له لا كوبر انت بره، ومشى اهم لاعب في العالم واحسن لاعب في العالم. هكذا الاداره، ده صحيح. ما ينفعش انصر لاعب على جهاز، ده صحيح، والا يبقى خلاص بقى، يبقى خلاص بعد ما شتم هيضرب بالشلوت بعد كده. ده صحيح يا أستاذ علي. حديثك ممتع وتحليلك رائع وجميل. نورتنا يا أستاذ علي. الله يخليك. قبل ما نختم في جمله واحده، الدوري الاهلي ولا الزمالك؟ لا بنسبه 98% للاهلي، لان خلاص الامور قربت، لسه الامور قربت خلاص 8 نقط فرق. شكرا حضرتك. الامور باتت محسومه بالنسبه تقريبا محسومه ان شاء الله. شكرا استاذ علي، الكاتب الصحفي الاستاذ علي سيسي، شكرا على حضورك ونورتنا. ربنا يكرمك. مشاهدينا الكرام، في نهايه حلقتنا الشكر موصول لمشاهدينا الكرام، وهذه تحيه فريق عمل البرنامج مع الكابتن، وتحياتي صلاح عبد الله، في امان الله.